برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. اهلا وسهلا بكم. انا سالي المصري من راديو برونتو اف ام، وده برنامج حدوته. حكايه النهارده عن زيد بن سعنة. هو حبر من احبار اليهود في المدينه. في يوم من الايام دخل على الرسول عليه الصلاه والسلام واخترق صفوف الصحابه. كان النبي عليه الصلاه والسلام لسه راجع من جنازه. لما دخل زيد مسك النبي من مجامع ثوبه وشده شده عنيفه وقال له: اوف ما عليك من دين يا محمد، انكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني بتمطلوا في اداء الديون. كان الرسول عليه الصلاة والسلام استدان بعض الدراهم من زيد. كان سبب الدين إن في يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد هو وعلي بن أبي طالب، وجاء إليه راجل وقال له: يا رسول الله، في قبيلة أسلمت من بني فلان، دخلت في الإسلام كلها، وأنا كنت أخبرتهم إنهم لو دخلوا الإسلام أعطاهم الرزق ومال وفير وكانوا كويسين، بس دلوقتي أصابهم شدة وقحط، وأنا خايف إن هم يطلعوا من الإسلام طمعا زي ما دخلوا في طمعا. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام بص لعلي بن أبي طالب، فعلي فهم معنى البصة، فقال له: يا رسول الله، إن بيت المال مفهوش. كان واقف بيسمعهم زيد، فعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو يديله الفلوس علشان خاطر القبيلة. فوافق الرسول مقابل مدة محددة، ولكن قبل سداد الدين دخل عليه زيد وهو قاعد في مجلس الصحابة وشد ملابس النبي ليأمره بسداد الدين، وكان من ضمن الصحابة اللي قاعدين سيدنا عمر بن الخطاب. قام وشد سيفه وقال لزيد إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أمر لقطعت رقبتك، فلقد تجرأت على الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. فما كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام غير أنه هادئ حليم، وقال: إن كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. اذهب به يا عمر وأعطيه حقه، وزد عليه 20 صاعا من تمر زيادة بسبب ما روعته. يعني الرسول أمر سيدنا عمر إن هو يروح معاه يديله الدراهم ويديله 20 صاع تمر بسبب إن هو خوف. ولما سأل زيد عن سبب الزيادة قال عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أنا أزيدك بسبب إني أخافتك. فزيد راح سائل سيدنا عمر قال له: ألا تعرفني يا عمر؟ فقال له: لا. قال له: أنا زيد بن سعنة حبر اليهود. قال عمر: ما الذي فعلته برسول الله؟ فراح رادت زيد وقال له: يا عمر، إني أعرف علامات النبوة كلها في محمد حين نظرت إليه، إلا علامتين لم أعرف: أن يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت لازم أتأكد إن هو ده النبي اللي هيبعث. فقال: إني اختبرتهم في محمد صلى الله عليه وسلم، فأشهدك يا عمر إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا نصف مالي صدقة على المسلمين. فرجع زيد مع عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليشهر إسلامه، كما أنه شهد الغزوات كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قتل شهيدا في غزوة تبوك. وهنا نكون خلصنا قصتنا. يا رب تكون عجبتكم.